هاي، انا نور. ولو دي اول مره تشوفوني فانا كل مره بتكلم معاكم في ازاي نطور من نفسنا وازاي نهتم بنفسنا ونكون احسن. والتوبيك اللي هتكلم معاكم فيه النهارده هو السيلف ديسيبلين، او ازاي ان احنا نكون منضبطين اكتر، او ازاي لما مثلا نقول لنفسنا ان احنا عايزين نعمل حاجه معينه نلتزم بيها وما نفضلش نأجل ونسوف وما نعملهاش او نبطل نعملها خالص. وعايزه اقول لكم ان دي الحاجه الصعبه مش الحاجه السهله. يعني معظم الناس 90% من الناس او اكتر عندهم نفس المشكلة، ان هي بيبدأوا في الحاجة وما بيكملوش، والحاجة بتفضل فترة طويلة قوي يفضلوا يأجلوا فيها، او ان هم يأجلوا كتير، او ان هم ما يكملوش فيها، او يوقفوا خالص ويحبطوا ويقولوا لا مش هنكمل في الحاجة دي. لكن نسبة قليلة قوي من الناس هي اللي بتقدر تكمل. فخليني اقول لكم شوية حاجات بجد لما عملتها فرقت معايا وخلتني انضبط اكتر والتزم بالحاجة اللي انا بقول لنفسي ان انا هعملها. اول حاجة علشان تلتزم بحاجة، او ان انت في حاجة بدأت تعملها وعايز تشوف مثلا انت هتكمل فيها ولا لا او كده، لازم في البداية تكتب اصلا ايه الحاجة دي وايه الهدف اللي انت عايز توصل له وليه عايز تعمل الحاجة دي، عشان تفضل طول الوقت تشوف الحاجة دي قدامك وتبقى متحمس ان انت تخلصها وتعملها. فدلوقتي انت كتبت الحاجة دي وحطيت الهدف اللي انت عايز توصله في الاخر ده قدامك، تحطه مثلا جنب السرير، تحطه على كفر الموبايل، تحطه في مكان انت عارف ان انت هتبص فيه كتير، في محفظتك او كده، ان انت الهدف ده انا نفسي اوصل له. وده علشان لما تحبط او تبقى في وقت مش قادر وتبص عليه، ده هيديك حافز او طاقة تخليك ان انت ترجع تلتزم تاني وترجع تعمل الحاجة اللي انت قلت ان انت هتعملها دي وبعدين اجلتها. تاني حاجة بقى، فمثلا الهدف اللي انت حاطه ده لو مثلا ليه علاقة مثلا بحاجة في شغلك او كده، الهدف ده انت شايف مثلا قدراتك مثلا في اليوم ان انت، يعني مثلا خلينا نقول على كتاب مثلا، لو انا مثلا في اليوم كنت مقررة ان انا شايفة قدراتي ان انا هقرا مثلا 20 صفحة من الكتاب، فلما تيجي بقى تكتب ايه الخطوات اللي انت هتاخدها كل يوم دي، لا قلل الهدف. يعني بدل ما كنت هتكتب بدل ما كنت هتقرا 20 صفحة، لا قول انا هقرا 10 صفحات. ليه؟ علشان في ايام هتبقى فعلا قادر ان انت تعمل اكتر من كده، وفي ايام هتبقى اقل شوية، او ايام هتبقى دي قدرتك بس ان انت يا دوب تخلص الحاجة دي. فانت دايما، احنا دايما بتبقى توقعاتنا عن نفسنا وبنبقى متحمسين زيادة، فبنكتب حاجات ازيد من طاقتنا. ممكن في يوم ده فعلا تبقى طاقتنا، وايام تانية لا ما نقدرش نعمل ده. فانت حاول لما تيجي تكتب الحاجة قلل شوية. وان انت عشان تلتزم، انت المفروض ان انت تعمل الحاجة دي كل يوم، مش ان انت تعملها يوم اللي هو تبقى بيرفكت قوي وتعمل الحاجات دي كل يوم بشكل مش طبيعي. ده مش ده اللي هيوصلك خالص. اللي هيوصلك ان انت تعمل الحاجة دي وتشو اب كل يوم، مش تيجي يوم تبقى انرجيتك جدا وتعمل الحاجة دي حلوة قوي، ويوم تاني ما تعملهاش خالص او تحبط وتلاقي ان انت مش عارف تعمل الكتير قوي ده فتحبط. لان خلي بالكو الديسيبلين ده ان احنا نعمل الحاجة حتى لو احنا مش حاسين من جوانا ان احنا متحمسين كفاية او موتيفيتد ان احنا نعمل الحاجة دي، لا احنا بنعملها علشان احنا عايزين نوصل لحاجة معينة. فانت ممكن تعمل الحاجة دي في ايام تبقى بجد حاسس انك مش قادر تعملها خالص وبتعملها غصب عنك، بس ان انت تغير المايند سيت بتاعتك وتفكيرك للحاجة دي هيخليك تعملها احسن. بان انت بدل مثلا ما بتفكر ان انا مثلا عايز اتمشى عشان انا متضايق مثلا من جسمي، عايزه اروح الجيم عشان انا محتاجه اخس عشان انا متضايقه قوي من شكلي، لا فكر فيها بشكل مختلف تخليك تحب تعمل الحاجه دي. لو انا عايز مثلا ان انا يبقى جسمي حلو، ابقى مبسوطه من نفسي علشان انا استاهل ان انا اكون مبسوطه بشكلي بجسمي، يبقى عندي طاقه، ابقى قادره اتحرك اعمل اللي انا عايزاه، تبقى صحتي حلوه لنفسي لولادي. مش عشان بس ان انا، يعني حاولوا ان انتوا تحمسوا نفسكم ان انتوا تعملوا الحاجه دي وتبقوا قادرين تعملوها في الباد دايز او الايام اللي انتوا تبقوا مش قادرين فيها حتى تقوموا ودايما دايما يا جماعه صدقوا احساسكم. يعني الجات فيلينج او الاحساس اللي هو بتحسوا بيه كده انكم انا محتاجه مثلا ان انا اسيب مثلا الشغل ده واشتغل حاجه تانية، او انا عايزه ابدا البيزنس بتاعي وهسيب الشغلانه دي. بجد صدقوا احساسكم لما تبقوا حاسين بحاجه
دي بتبقى حاجة علامات ربنا بيديها لنا وبيحسسنا بيها. ولما بقى تحسوا ان انتوا بتحبطوا او مش بتكملوا في الحاجة دي او كده، ده اللي الشيطان بيبقى عايزه، وده اللي هو عايز يوصله لنا، ان يحبطك ويعيزك الفقر ويخليك ان انت محبط ومتضايق وما تكملش في الحاجة اللي انت عايزها. فما تمشيش ورا الاحساس ده ابدا، وخليك ورا احساسك اللي انت حاسس فعلا اللي هو الخير او الحاجة اللي تحس كده ربنا بيقولها لك. وهتلاقي والله بتتسهل معاك بعد كده، لما ربنا يلاقيك فعلا بتسعى وبتحاول تعمل الحاجة اللي انت عايزها دي، هتلاقيها بتتسهل جدا بعد كده. بس مهم ان انت تسعى وتحاول فيها قوي. كمان مهمة قوي بتساعدنا على الالتزام وان احنا نكون ديسيبليند، هي ان لو انت حصل لك ظرف او حصل اي حاجه بوظت لك البلان اللي انت حاططها لنفسك دي، ما خلاص بقى مش تقول يعني النهارده مثلا خلاص كده لا اليوم باظ وانا مش هكمل ولا تبوظ اليوم كله. ده بجد هيخليك تاني يوم بقى بعد كده تقول انا مثلا هبدأ بقى من بكره، تيجي يوم بقى تاني يوم بعد كده هتلاقي نفسك محبط جدا ومتضايق، لان انت كان وراك حاجه المفروض تعملها امبارح وخطوه من الخطوات دي وانت فشلت فيها. فبتبدأ من جواك تحس ان لا انا ما التزمتش، وهيبدأ بقى يدخل جواك بقى الشيطان والاحباط ان انت ما تكملش في الحاجه دي، واحده واحده هتفقد الشغف كده ما تقدرش تكمل فيها. فحل المشكله دي ايه؟ ان انت لو حصل معاك ظرف النهارده تحاول على قد ما تقدر ان انت تادجست البلان، ان انت تأجل مثلا، او لو مثلا هتنام مثلا الساعة 10 تنام بعدها بساعة، بحيث ان انت تكون خلصت الحاجة اللي انت المفروض تعملها، او تظبط بقى يومك لو في حاجة تانية ينفع تلغيها وتعمل الحاجة اللي كانت اساسية المفروض تعملها دي تعملها. لو ما نفعش خالص تحاول تضغط نفسك مثلا يومين بعدها ان تزود مثلا على البلان اليوم اللي بعده. المهم ان انت الحاجه اللي انت التزمت ان انت المفروض هتعملها، اللي احنا قلنا في البدايه ان هي ما تكونش حاجه كبيره قوي عشان تقدر تلتزم بيها، تكملها وتعملها، علشان ما تجيش اليوم اللي بعده تتضايق انك مع حاجه. كمان محتاجه اقولها لكم علشان لما تيجوا تلتزموا بحاجه هتلاقوا ان الموضوع ده بيظهر قدامكم كتير قوي، وهو ان هتلاقي مثلا كل ما تيجي مثلا تعمل حاجه او تبدا تلتزم وتنضبط قوي في ان انت بتعمل حاجه دي، هتلاقي بقى بدات تجيلك ظروف كده، يحصل ظرف فجأة تلاقي مرة واحدة يومك مشغول جدا مش عارف تعمل الحاجة اللي انت قلت هتلتزم بيها. هتلاقي بقى بيظهر لك حاجات كده معرقلات بتظهر لك في الطريق فجأة مش عارف دي تعمل فيها ايه. حاول تتأقلم معاها وحاول تمشي ظروفك، وان انت مثلا تحاول تشفت حاجات او تغير بسيط في البلان، بحيث ان انت برضو تشو اب كل يوم وتعمل ولو خطوة بسيطة كل يوم، حتى لو مش هتبقى بيرفكت زي باقي الايام. اعمل كده وصدقني حتى المجهود البسيط ده وربنا بيشوفك ان انت بتسعى وبتحاول فعلا رغم الظروف اللي انت اتحطيت فيها او الحاجة اللي حصلت في اليوم ده. هتلاقي بقى بعد كده والله ان في ربنا بيسهل لك حاجة تانية، او هتلاقي بعد كده بيظهر تعبك ده، وهتلاقي ان الدنيا بتتسهل معاك وظروفك بتبقى احسن، والحاجة اللي انت عايز توصل لها دي هتوصل لها، لان انت ربنا هيشوف سعيك وتعبك في الحاجة دي. حاجة كمان محتاجة اقولها لكم علشان لما تيجوا تلتزموا بحاجة هتلاقوا ان الموضوع ده بيظهر قدامكم كتير قوي، وهو ان هتلاقي مثلا كل ما تيجي مثلا تعمل حاجة او تبدأ تلتزم وتنضبط قوي في ان انت بتعمل حاجة دي، هتلاقي بقى بدأت تجيلك ظروف كده، يحصل ظرف فجأة تلاقي مرة واحدة يومك مشغول جدا مش عارف تعمل الحاجة اللي انت قلت هتلتزم بيها. هتلاقي بقى بيظهر لك حاجات كده معرقلات بتظهر لك في الطريق فجأة مش عارف دي تعمل فيها ايه. حاول تتأقلم معاها وحاول تمشي ظروفك، وان انت مثلا تحاول تشفت حاجات او تغير بسيط في البلان، بحيث ان انت برضو تشو اب كل يوم وتعمل ولو خطوة بسيطة كل يوم، حتى لو مش هتبقى بيرفكت زي باقي الايام. اعمل كده وصدقني حتى المجهود البسيط ده وربنا بيشوفك ان انت بتسعى وبتحاول فعلا رغم الظروف اللي انت اتحطيت فيها او الحاجة اللي حصلت في اليوم ده. هتلاقي بقى بعد كده والله ان في ربنا بيسهل لك حاجة تانية، او هتلاقي بعد كده بيظهر تعبك ده، وهتلاقي ان الدنيا بتتسهل معاك وظروفك بتبقى احسن، والحاجة اللي انت عايز توصل لها دي هتوصل لها، لان انت ربنا هيشوف سعيك وتعبك في الحياة. اخر حاجة هكلمكم عليها وهي ان انت تحاول تعود نفسك على ان الدنيا ما تبقاش كلها سهلة، او ان انت بتريح نفسك على طول.
وده بجد بيفرق معاك في ان انت بتبقى شخص فلكسبل اكتر وشخص بيتأقلم مع الظروف، ولما بيلاقي مشكلة او حاجة بتتحط في طريقه بيلاقي نفسه ان هو بيحاول يتخطاها بسهولة، او يعني قدرته على ان هو يستوعب الحاجة دي او يعدي الحاجة دي ويخرج منها على طول ويكمل في طريقه بتبقى احسن. وهي ان انت تقعد يعني تحط لنفسك كده حاجات بسيطة انت مش متعود عليها. يعني مثلا متعود ان انت دايما بتاخد شاور سخن على طول، لا عود نفسك ان انت تاخد شاور ساقع. متعود ان انت دايما بتطلع مثلا في الاسانسير، لا اطلع مرة مرتين على السلم. عود نفسك ان انت مش لازم تتحط في الظروف ان مثلا لازم النور يقطع علشان انت تطلع على السلم او كده فتبقى طالع متقدر، لا انت دي حاجة يعني عود نفسك في حاجات بسيطة، فلما هتحصل في حاجات تانية بعد كده هتلاقي نفسك قدرتك على التأقلم وان انت تعدي المشاكل هتلاقي نفسك عندك قدرة احسن، وهتخليك ان انت لما يبقى وراك حاجة هتقدر تلتزم بيها احسن. خليني بقى اقول لكم الحاجات دي تاني بسرعة علشان تكتبوها او تبقى قدامكم بحيث ان انتوا تقدروا تعملوها بسهولة وتبقى واضحة قدامكم. اول حاجة قلنا عليها ان انت يبقى دايما في عامل ريمايندر لنفسك. انا ساعات بعمله على الموبايل، بعمل مثلا الارم اقول هي خلصتي الحاجه دي، عملتي كذا، الحاجات اللي انا حطاها مثلا في جدولي ان انا المفروض اعملها، واقعد افكر نفسي واقعد اقول لنفسي طيب شطوره انك خلصتي كذا. او ان انتوا تكتبوا البيج جولز اللي انتوا عايزين توصلوا لها في الاخر جنب سريركم، في موبايلكم، في محفظتكم، يبقى قدامكم على طول الهدف بتاعكم. تاني حاجه قلناها هي ان احنا نقلل كميه الحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها. زي ما اديتكم مثال مثلا كتاب، لو انت قدرتك هتقرا مثلا 20 صفحة، لا اكتب 10 صفحات بس عشان كل يوم تبقى قادر تعمل الحاجة دي حتى في ايامك الصعبة. تالت حاجة قلناها وهي ان احنا نغير تفكيرنا في ان احنا ليه عايزين نوصل للحاجة دي، علشان نبقى احسن مش علشان دي حاجة مفروضة علينا او ان احنا بنعمل الحاجة دي غصب عننا واحنا متضايقين. الحاجة اللي بعد كده قلت لكم ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نصدق احساسنا ان احنا في حاجة معينة حسينا ان احنا فعلا عايزين نوصل لها، الجات فيلينج ده نصدقه ونمشي وراه ونحاول نبعد الشيطان على ان هو عايز يخلينا مكسلين او ما نكملش الحاجة. قلت لكم برضو ان احنا كلنا بنمر بظروف وهيحصل لنا حاجات هتوقفنا عن الحاجة اللي احنا عايزين نوصل لها دي، برضو ما نحبطش ونفضل نسعى علشان ربنا هيشوف سعينا ده وهيوفقنا ان شاء الله. وقلت لكم برضو ان احنا نحاول ان احنا نحط حاجات تشالنجز شوية صعبة في حياتنا ان احنا نعملها علشان ده يعودنا ان احنا تبقى قدرتنا واستيعابنا لاي مشكله تحصل تبقى اسهل. زي ما قلت لكم مثلا ان احنا نحاول ناخد السلم بدل الاسانسير، او لو بتستحموا مثلا بتاخدوا الشاور سخن خليه مثلا ساقع شويه على اساس تعودوا نفسكم ان انتوا تتاقلموا مع الظروف. لو مثلا سخان بايظ، الاسانسير باظ، الحاجات دي بتخليكم عندكم قدرة في الحاجات اللي اكبر من كده لما بتتعرضوا ليها ان انتوا يبقى عندكم قدرة احسن. واخر حاجة قلت لكم لو حصل اي ظروف ان احنا نحاول نادجست البلان، ما نكنسلهاش خالص عشان ما نجيش تاني يوم نلاقي نفسنا محبطين ان احنا في يوم وقع مننا وما قدرناش نلتزم بالحاجة اللي احنا وعدنا نفسنا هنعملها. بس كده، قولوا لي تحبوا اتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه.